بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة طالبات الصف الثالث الثانوي، كنا بدأنا الدرس الثاني اللي هو اسمه اكسبريمي لا بوسيسيون، اللي هو التعبير عن الملكية. طبعا هناخد النهاردة الجزء الخاص بيه في الجرامير القواعد اللي هو التعبير عن الملكية وأشكال الملكية، وممكن لو في وقت هنشوف جزء الإنتاج. فهيا بينا نتوكل على الله. طيب هنا الجرامير موجود عندي ايه؟ اللي هو التعبير عن الملكية، اللي هو طبعا عنوان الدرس اسمه اكسبريمي لا بوسيسيون. طب احنا عايزين ناخد الملكية بشكل مبسط جدا. كنا بدأنا طبعا احنا من معلوماتنا السابقة البسيطة ان انا هقسم. انا عندي ضمائر فاعل، عندي جو انا، تي انت، إل هو، ال هي، نو نحن، فو انتم، إلى ذيك اس هم، وإلى ذيك اس هن. طيب انا همسك كل ضمير من دول واشوف الملكيات بتاعته. ده يسهل لي جدا ان انا اتعرف على الملكيات بشكل صح او ما انساهاش. يعني مثلا ملكية الجيل انا، طب عايز اقول ده كتابي، ده قلمي، ده يعني كمفرد مذكر اقول مون ليفر، مون افيرون اللي هو المجداف بتاعي يعني. طب لو عايز انس الملكية المؤنث المتكلم برضو عن نفسه يقول ايه؟ ما سير اختي، او ما كوردي الحبل بتاعي، وهكذا. طب عايز اجمع اقول مي ام اس. يبقى دي ايه؟ ملكي انا. طيب ملكية المخاطب اللي قدامي انت، عايز اقول هذا ايه؟ كتابك، هذا مثلا قلمك، اقول سي طون ليفر، سي طون كاييه، ده كشكولك او كراستك. سي زي المثال اللي عندي سي طون كيمونو اللي هو بدلة الكاراتيه بتاعتك. طب مؤنث ليه اخت مثلا اقول سي تا سور اختك، او تا في ابنتك. او عندي المثال الموجود هنا تا كلي المفتاح بتاعك، مؤنث، كل ده مفرد مؤنث. طب لو هو ملكية ليه حاجات جمع الملكية بتاعته مخاطب قدامي اقول له ايه؟ تيرولي اللي هي احذية اللي ايه؟ التزلج بتاعتك، او تي ليفر كتبك، او تي ستيلو اقلامك، وهكذا. طيب افرض عندي انا الضمير إيل او ال، هو او هي، ليهم ملكيات خاصة بيهم برضه. الشخص الغايب معايا او الشخص المؤنث المذكر اللي مش موجود معايا اسم الغايب. اقول مثلا سول ليفر كتابه هو، او ساسير، او اكسكيز موا، لا مش ساسير، سول ليفر كتابه هو، او سون ستيلو قلمه. طب لو انا عندي مثلا اخته اقول ساسير، او مقلمته اللي هي موجودة هنا، او مقلمتها ساتروس، مقلمتها او مقلمتها، وهكذا. طب الجمع بتاعهم ايه؟ اس اس سي، اقول سي بوت اللي هو البوت بتاعه، او سي ليفر كتبه او كتبها، وهكذا. طيب بعد كده في عندي من حاجه اسمها ملكيه المفرد للجمع، اللي احنا كتار جدا، نو نحن، وعندنا كتاب واحد، فسأقول نوتر ليفر. طب احنا كتار كفريق، كلنا قلنا مدرب واحد بس، اقول نوتر انترنير. طب المدرب ده بتاعنا لو مؤنث اقول نوتر انترناز. يبقى انا عندي المذكر والمؤنث خد نوتر. طب لو احنا كتار وعندنا مدربين كتار، او احنا اللاعبين بتوعنا كتار، او كتبنا كتيرة، اقول نو ليفر كتبنا، او نو ستيلو لانه اس، او نو جوير اللاعبين بتوعنا لاعبونا زي ما احنا بنقول. طب ملكية الفو انتم، احنا كملكية مخاطب قدامي، مخاطب ناس كتيرة وليهم مدرب واحد فرد، فاقول فوتر مونيتور، او فوتر انترنير مدربكم، او فوتر لو مؤنث برضه فوتر انترناز مدربتكم، او مونيتريس، وهكذا. او فوتر مثلا ليفر لو كتاب واحد ككل مخاطب قدامي. طب لو انتوا كتار وكتب كتيرة يبقى فو ليفر كتبكم، او فو زفير. طب عندي انا الاشخاص الغائبون الجامع اللي هم قيل وقال، هم او هن مش موجودين معايا وعندهم كتاب واحد، هم سابوه ونسيوا ومشيوا، فاقول ايه؟ لير ليفر كتابهم، او لير بالون كرتهم، او لير سير اختهم لو هم اختاروا لهم اخت واحده مثلا، وهكذا. طب افرض هم كتار والغايبين والملكيات بتاعتهم جامع برضه، عندهم نسيوا كتب كتيره ومشيوا، يبقى اقول لير افيك اس ليف كتبهم، او لير كوارهم. كده يبقى احنا استوفينا طبعا الملكيات اللي هي في الجدول ده الخاصه، اللي هي خاصه بكل الضمائر دي. معلش كده اكتملنا موضوع الملكيات اللي هي خاصه بكل الضمائر، عشان دي لان هي عليك السنه دي مهمه، يعني لازم تعرفها كلها، مش هنقدر نختصر فيها. طيب نشوف بعد كده عندي الملحوظات اللي على الملكية. ايه هي الملحوظات؟ اللي هي الملحوظات قد نكون احنا عارفينها من زمان. يعني مثلا واحد استخدم المو والطون والصون بدلا من ما وطا وصا امام الاسم المفرد المذكر، امام الاسم المفرد المذكر المؤنث الذي يبدأ بحرف متحرك. زي مثلا يجي في مونيكال، كل مؤنثة خدت مو مع ان هي ايه؟ المذكرة مع ان هي مؤنثة.
علي مثلا صور خرج افيك سون امي. هنا المفروض هنا امي مؤنث كانت خدت صا، فلا انا خدت صون على اساس ان هي ايه اولها متحرك. يبقى عندي المؤنث المتحرك ياخد اداة ملكية مذكرة. طيب المعلومة التانية، صفة الملكية تتبع المالك وليس المملوك. يعني مثلا علي مذكر عند اخت، يبقى اقول علي بارل اسانسير، ما ينفعش اقول علي بارل اسانسير عشان هو مذكر، لا يعني الاخت مؤنث فتاخد صا، يبقى علي بارل اسانسير. مثلا فريده برون سون ليفر، فريده مؤنث والكتاب مذكر، يبقى انا ايه اذاكر الاداه اللي مع الليفر، ماليش دعوه ان فريده دي مؤنث، يبقى اقول فريده برون سون ليفر، هنا الكتاب مذكر خد سون. طيب في دي ملكية النوع الثاني، ده كانت اللي عدد ملكية النوع الأول. من النوع الثاني إيه؟ اللي هو إتر يكون زائد اسم علم أو ضمير توكيد. يعني إزاي؟ على سبيل المثال أقول سيمايون، هذا زي ديبان زي الحمام دوا، إتا سمير، يعني يكون لإيه؟ لسمير أو أنوها أو لنوها. تاني أقول أكيسي ليفر، لمن هذا الكتاب وملك من هذا الكتاب؟ أقول ليفر إيتو بروفيسور، الكتاب ده يكون إلى المدرس أو يقول إلى المدرس ملك المدرس، أو ألا وإلا بصرف أو يكس وهكذا. طيب. مثال ثالث، سي باسكيت سون تاموا، هذا الحذاء الرياضي يكون لي أنا، ملكي أنا. أو ممكن أستبدل موا بإيه؟ توا إليك أنت، أو لوي إليه، أو ال يكون إليها ملكها هي، أو أنو ملكهم ملكنا نحن، أو أفو ملككم أنتم، أو أئم اللي هم المذكر ملكهم، أو أقل اللي هو إيه إليهن. يعني هذا الحذاء الرياضي أقول إليهن كمفرد جمع مؤنث، دي اسمها الضمائر التوكيدية. يبقى أنا ممكن أعمل اتر زائد اسم زي سمير او نهى زي ما قلنا، او ممكن اعمله الاتر يقول الى زائد ضمير التوكيد اللي هو موا وتوا وهكذا. طيب ايه الملكيه الثالثه؟ في عندي الملكيه الثالثه اللي هي بالدو، الملكيه اللي هي اداه معرفه زائد الاسم مملوك زائد الدو زائد اسم المالك. ازاي؟ اقول ليه مايو دي زمالك، يعني الزي بتاع الزمالك ايه بلان، يبقى هنا الدو هنا قالت ان المايو ده يكون ملك فريق الزمالك، الزي الرياضي ده يكون ملك فريق الزمالك، المايو دي زمالك. او مثلا نقول ايه ليفر دي احمد، يبقى الكتاب ده ملك احمد. او للساك دي منى، حقيبه دي منى يبقى ملك منى، وهكذا. امثله تانية اهي، اقول ايه لا بيبليوتيك دالكسندري سوبر، مكتبه الاسكندريه تكون رائعه. هنا طبعا الدو خلت المكتبه دي ايه تقول الاسكندريه، ملك ايه الاسكندريه. لامي دي ساره ام لا بيتانك، صديقه ساره بتحب الكره الحديديه، يبقى هنا طبعا عندي ايه هنا الصديقه دي تقول الى ساره، الدي خلتها تابعة لصار. طيب لفتر دي بروفيسور، اقلام المدرس بتاع السبوره سونسيلي برو على المكتب، يبقى هنا طبعا الاقلام دي تكون ملك من؟ ملك المدرس، دي اسمها الدي الملكيه. طيب بعد كده عندي خدنا احنا اللي هو موضوع البرونوم بيرسونال، الضمائر الشخصيه، خدناها بشكلها البسيط اللي هي ضمائر المفعول المباشر، اللي هي كانت لو للمفرد المذكر، لا للمفرد المؤنث، الا ابوستروف اللي هو قدام الفعل اللي هو متحرك ان كان مذكر او مؤنث، وخدنا ال اس اللي هي بتاع المفعول اللي هو الجمع بنوعين. طب عندنا هنا معلومات جديدة، ازاي ان انا عندي حاجة اسمها مفعول غير مباشر، والمفعول المباشر اللي هو يفصل عن الفعل فاصل حرف جر، قد يكون او الاو او الالا او الالاوي واكس او شي او بار او ايه وهكذا. طب نشوف ده ايه، في عندي ضمائر تحذف وضمائر لا تحذف، يبقى نقسم المفعول الغير مباشر لنوعين، نوع فيه نوع عاقل وغير عاقل. المرة دي احنا هنشوف المفعول الغير المباشر العاقل. طيب منقسم لجزئين زي ما انتم شايفين، عندي في مفعول غير مباشر عاقل مسبوق بحرف الجر يحذف. ايه اللي يحذف؟ زي او الاو او الا او الابوستروف او الاي او اكس، الاو بتاع الجمع. طب ايه اللي لا يحذف؟ اللي هو الشي وبار وافيك وبور ودي وديفان، ودي يجي بعديهم عاقل، ودول لا يحذفوا، دول لا يحذفوا. اعطيني بعض الامثله هنا اللي هي الضمائر اللي هي تاخد لوي او لير، افعال ولا تاخد لي او لير. ايه الافعال دي؟ الجدول ده على سبيل الاسترشاد، يعني ممكن انت تثبت كده شويه وتقراه مع نفسك او تنقل او تشوفه، ناخد منه بعض الامثله زي اللي يجي بعدها. يعني ايه مفعول غير مباشر؟ ايه الضمائر دي؟ اللي يقول لك الافعال التي تاخذ حرف جر يحذف ويستبدل بالضمير لوي ولير.
ايه هي زي ايه مثلا؟ زي كرير يكتب الى، دوني يعطي الى، اوفرير يقدم الى، انفوي يرسل الى إيه؟ الى، مونتري يوري يعني او يعرض لشخص حاجه، بروبوزي يقترح على شخص شيء، باسي يمرر الى شخص، وهكذا باقي الافعال انت تجراها مع نفسك في الجدول. دي تاخد وي او لير ويجي بعدها ايه اللي هو المفعول الغير مباشر، العاقل طبعا. ماشي، اللي هي الأداة الثابتة، اللي هي الأداة التي تحذف، اللي هي تحذف. طب نشوف الضمائر اللي تحل محل المفعول غير المباشر العاقل مسبوق بحرف جر يحذف. ايه هي؟ الوي واللير. يعني ايه على سبيل المثال؟ اقول الوي، طب متى استعمل الوي؟ يقول لك يحل محل مفعول غير مباشر عاقل مسبوق بحرف جر يحذف مفرد بنوعيه مذكر او مؤنث. مثال اهو، شادي مثلا باس لي بالون او جارديان، شادي مرر الكرة لحارس المرمى. طب انا عايز اشيل او جارديان دي، اعمل ايه؟ اقول